الصراحة هي عكس الكذب، لأنهم بيفسروا الصراحة على إنها الصدق، بس الصراحة مش هي الصدق. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم خربشات في العقل. الحقيقة فكرت كتير في موضوع الحلقة ولقيت إن أفضل عنوان للحلقة هو الصدق وعلاقته بالسواء النفسي. إحنا عندنا 3 مستويات للصراحة، إما صراحة الشخص مع نفسه، يعني إن أنا أكون صريح مع روحي، أو صراحة الشخص مع الناس اللي حواليه، يعني أنا أكون واضح وصريح مع الناس وما أكونش غامض أو كذاب إلى خلافه. الأمر الثالث إن أكون صريح في علاقتي بربنا أو في علاقتي بالغيبيات. الناس عادة بتقيس الصراحة على إنها الصدق، بس خلينا نفرق شوية بين مسألة الصدق وعدم الصدق، والصراحة وعدم الصراحة. الصراحة بالنسبة لي أنا هي درجة من درجات السواء النفسي. غير صريح عشان هو عايز يبقى غامض، يعني لما تيجي تسأله هو أنت بتشتغل إيه؟ فتلاقيه بيرد دايما بالتورية، يعني دايما حريص إن هو ما يقولكش إجابة وافية ولا كافية، لا هو ساكن فين ولا بيعمل إيه ولا بيشتغل إيه ولا إيه هي طبيعة علاقته بالناس. وهنا بتلاقي كل ردوده حاجة اسمها التورية اللغوية. هو هنا بيمارس مسألة الغموض اللي هي درجة من درجات عدم الصراحة. وهنتكلم عن أول درجة من درجات عدم الصراحة اللي هي بتعبر عن اللا سواء. هي مسألة إني أدعي الغموض أو أمارس الغموض في حياتي. الدرجة التانية إني أعكس المعلومات. على سبيل المثال أنا مثلا عارف إن جاري دكتور وجاي من العيادة بالليل متأخر، لما تيجي تسأله هو أنت جاي منين؟ هيفضل يقولك والله ده أنا جاي من البيت. طب أنت أخبارك إيه النهاردة؟ ده أنا تعبان وعيان والله مش قادر والحقني واسندني. وده المستوى التاني من عدم الصراحة. المستوى التالت وهو أخطرهم في نظري هو تعمد عدم الصدق، اللي هو الشخص بتلاقي كل حياته بيمارس فيها الكذب بشكل أو بآخر، بيكذب وخلاص. يعني دايما هو بيتكلم معاك ما يقولكش كلام صادق، إنه دايما بيتحرى إنه هو ما يكونش صريح، دايما ما بيكونش واضح. النوع ده من الشخصيات بيؤمن إن هو لازم يكون كذاب. أنا دايما بخلق أي كذبة وبقولها، يدخلك في حوارات ويطلعك وينزلك وما يقولكش أي معلومات مفيدة، يديك دايما عكس اللي جواه، يديك دايما عكس اللي بيحصل له. في بعض الصفات اللي احنا ممكن نستدل بوجوده عليها زي التلصص والتجسس. يعني لما بيشوف 2 بيتكلموا بيحاول يسمعهم انتوا بتعملوا ايه، ولما بيشوف ناس كويسة مع بعض بيحاول يوقع ما بينهم عشان يفرق ما بينهم في كل حاجة. هقول لحضراتكم دلوقتي ايه هي أهمية الصدق في العلاقات الإنسانية، وازاي ان هو علامة من علامات السواء النفسي. أنا قلت لكم إيه هم ال3 مستويات بتوع عدم السواء أو اللا سواء النفسي اللي له علاقة بالصراحة. المستوى الثالث رغم إن هو أخطرهم بس مش بيعكس شخصية بترد بالتورية ولا شخصية بتتكلم عكس اللي بيحصل، بس هو بيعكس شخصية منحرفة أخلاقية. يعني إيه منحرفة أخلاقية؟ الانحراف الأخلاقي يصنف في العلم حاجة اسمها الانحراف السيكوباتي، اللي هو الشخصية السيكوباتية. ده شخص لا يؤمن على أهل ولا وطن ولا مال ولا نفس ولا دين، يعني شخص ما ينفعش إن الناس تأمنه على أي حال من الأحوال. علاقته دايما مع الناس متوترة ودايما في مشاكل مع اللي حواليه، ناقم على المجتمع وحاسد عليه، وإما إن هو وصولي جدا بيوصل بسرعة، أو إن هو هجومي جدا وعلى خلاف مع كل الناس. وعندنا شوية حاجات كده بنستدل عليها من تصرفاته مع الناس. أولا هو ناكر للجميل جدا، ما بيعترفش بفضل حد. ثانيا هو حاقد على كل الناس اللي حواليه، ناقم على كل النعم اللي في ايد اللي حواليه، حاسد لكل حاجة ممكن تكون موجودة عند اللي حواليه ومش موجودة في ايده. شخص دايما بيظهر عكس ما يبطن، عنده شحنة من العدوان دايما بيوجهها للناس، اما ان هو متعسر في شغله وما بيستقرش في شغل، او ان هو متلصص في شغله وبيعمل سيديهات ويصور زمايله، بيسجل ويصور ويوصل للمدير بسرعة وبعدين يطير المدير بتاعه ويقعد مكانه. مفيش أي صاحب دايما بيستمر معاه، دايما شكاي، دايما بيشتكي، دايما ناقم، دايما لما يقعد مع حد يجيب في سيرة أي حد، دايما ملوش صاحب، حاجات من هذا القبيل. قدرنا نحصر بعد سلوكياته برضو ما بين الناس إن هو فج السلوك أحيانا. ده النوع الثالث من عدم الصراحة. مسألة الصدق نفسها هي الباب أو السلم أو الدرجة الأولى في سلم السواء النفسي، بمعنى أن الصدق دايما بيبقى المنجي، ولكن لما بيزيد عن حده ممكن إن هو يبقى مهلك. يعني إيه يزيد عن حده؟
كل حاجة احنا بنقولها في الأمور النفسية لابد من اختيار الموقف الأنسب ليها. هل انت عندك المرونة ان انت تطبق اللي اتعلمته؟ هل انت قادر انك تكون مبدع في كل موقف؟ ولا عندك شيء من الجمود والتصلب؟ كل حاجة بتتعلمها بتمارسها مع كل الناس؟ عندنا الصدق ده مش بس في العلاقات الإنسانية زي ما قلت، ولكن في العلاقات الروحانية كمان. يعني علاقتي بربنا ايه؟ هل أنا لما بفرش سجادتي واستقبل قبلتي وأقول الله أكبر أنا أقصد إن أنا ألجأ لربنا فعلا؟ هل أنت بتعمل كده عشان تجلب انتباه الناس، ولا أنت تكون في إيد ربنا؟ هل أنت بالنسبة لك الدين هو مجرد تجارة وطقوس وسلعة؟ هل الدين بالنسبة لك أكل عيش؟ هل الدين بالنسبة لك لايف ستايل؟ هل الدين بالنسبة لك في صدق النوايا؟ لذلك قيل إنما الأعمال بالنيات. مسألة الصدق لما جينا نصفها إنسانيا عند الناس لقينا إن بس بنربطها بالسواء النفسي، ولكن بنربطها كمان بدرجة أبعد من كده، وهي درجة الاستقرار النفسي. إن الشخص الغير صادق هو شخص غير مستقر نفسيا، دايما بيتجنب إن هو يكون صادق، يا إما هو خايف من الناس تضحك عليه، أو خايف الناس تتهمه بحاجة أو توقعه في مشاكل، وده أقل المشاكل اللي ممكن تحصل عليها من عدم الصدق. ببساطة شديدة لما نيجي نبص الصدق إنسانيا هنلاقي إن الصدق إيمانيا مرتبط بهذه الحالة الإنسانية، بمعنى إن علاقة العبد بربه هي سلسال ممتد لعلاقة العبد بنفسه، سلسال ممتد لعلاقة العبد باللي حواليه. هل أنا صادق مع ربنا ولا لأ؟ وده طبعا بالتبعية بيقول هل أنا صادق مع الناس ولا لأ؟ هل أنا صادق مع نفسي ولا لأ؟ ربنا لما طالبنا بالصدق قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني الصدق هو أول درجات التقوى. أفضل الناس اللي ربنا خلقهم هم الأنبياء. لما جه يوصف الأنبياء واللي فيهم كل الصفات الكويسة وصفهم بإيه؟ بالصدق. يوسف أيها الصديق، يعني في كل الصفات اللي موجودة في النبي اخترت له إن هو يكون صادق. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان الصادق الوعد، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا. ومنها يخطفوا قربوا مني زيادة وطبلوا لي وسقفوا، واما اخدوا كل حاجة ومني شبعوا واكتفوا اختفوا. عيش وملح اصول وعشرة كل دول اتبخروا، واللي ياما جريت عشانهم عني هم اتأخروا. ده اللي يلقى واحد أصيل في الزمن ده يقدروا ويبخروا يا ناس مش صافية جبتولنا الكافية، ضمايركوا بعافية ما فيكوش غير عين، يا نفوس قلابة يا عالم كدابة بتقولوا غلابة، ده غلابة مين؟ يا ناس مش صافية جبتولنا الكافية، ضمايركوا بعافية ما فيكوش غير عين، يا نفوس قلابة يا عالم كدابة بتقولوا غلابة وانتم ملاعين. عندهم 100,000 وش ووشهم ولا تعرفوا، مقنعين جدا وصعب حد فيهم تكشفوا، كل يوم بيمثلوا وكل يوم بيألفوا وبيحلفوا يضربوك في الظهر واما بيشوفوك يتبسموا، يدخلوا الدخلة اللي هي ويفضلوا عليك يرسموا. عندهم عين لو تبص على الحجر دي هتقسموا وتسمموا يا ناس مش صافية جبتولنا الكافية، ضمايركوا بعافية
حلقتنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم خربشات في العقل.